شيكو بنزا ولع الدنيا يا جماعه. شيكو بنزا دخل في صدام مع اداره نادي الزمالك. هو اللاعب من اول ما جه اصلا، واللاعب حاسس ان هو اعلى من النادي، يعني حاسس ان هو مش في مكانه الطبيعي، مش زي مثلا بيزيرا، خوان بيزيرا. هو اللاعب تحس ان هو جاي ليه هدف معين، فمستحمل حاجات غريبه ومش عارف ايه اللاعب البرازيلي ده، في حاجه في دماغه اللاعب ده احنا مش فاهمينها. لكن شيكو بنزا اللاعب جاي حاسس ان الفرقه اللي هو فيها دي هو اعلى منها. اول ماتش نازل وكان متضايق قوي ان هو خرج. اما عمل تغيير تحس ان هو شايف نفسه اعلى من الفريق واعلى من المستويات اللي جنبه، ففي حاجه غلط مع اللاعب ده. تاني حاجه، اللاعب ما بياخدش فلوسه. اللاعب اصلا يعني حصلت مشكله قريب ان هو سافر هو لاعب انجولي، سافر البلد بتاعته وما رجعش في الميعاد المحدد، رجع بعديها ب3 ايام. فاضطر المدير الفني ان هو يقعده ويستبعده عن القايمه اصلا بتاعت ماتش الاسماعيلي. واللاعب حس ان هو مش متقدر ومش متشاف، بانه هو اصلا شايف ان هو لاعب كبير، فبالنسبه انتوا بتعاملوني كده. فاللاعب خد ردود افعال غريبه. تاني حاجه، اللاعب ما بياخدش مستحقاته. اللاعب حتى الان ما قبضش من الزمالك، فده لاعب محترف. الناس بس اللي عماله، الناس الزملكاويه اللي تطلع تقول لك استحمل، ما هو كلهم ما خدوش. يستحملك ايه يا باشا؟ ده راجل محترف، ده راجل جاي يلعب عشان ياخد فلوس، مش يجي عشان يستحملك ويعرفك اصلا ولا يعرف الزمالك. هو القصه كلها ان هو جاي، انت قدمت له عرض مناسب بالنسبه له، فهو جاي يلعب، هيديك كوره عشان ياخد فلوس، فانت مش هتديله فلوس مش هيلعب. واعمل حسابك ان تشيكو بنزا دخل على اكونت الانستجرام وقام ماسح صوره ومسح من الباي بتاعه ان هو اصلا لعيب في نادي الزمالك، وخد رد فعل غريب. ولدرجه ان الجمهور، هوريك وانا دلوقتي بعض التعليقات على البوستات بتاعت شيكو بنزا، الجمهور بدا يهاجمه وبدا سباب جماعي من جمهور الزمالك للاعب. وانت شايف نفسك ايه؟ انت مفكر نفسك لعيب؟ ما تشتغل يا ابني وما تلعب من غير فلوس زيك زي غيرك. اعمل حسابك ان اللاعب لو ما خدش فلوسه لمده 3 شهور، اللاعب من حقه ان هو يفسخ العقد بتاعه من طرف واحد، ويطالب بتعويض كبير من النادي. هديك امثله. حمدي النقاز لما كان بيلعب في الزمالك في 2019 فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم الحصول على المستحقات، والفيفا حكمت له بتعويض 1,200,000 دولار ضد الزمالك بسبب ان الزمالك ما كانش بيديله مرتبه. برضو اديك مثال تاني، ايمانويل اومونيكي اللي كان بيلعب في الزمالك برضو زمان، قدم شكوى بسبب ان هو برضو ما كانش بيحصل على مستحقاته، وفسخ التعاقد بتاعه وحصل على حكم بتعويض قوي برضو من الزمالك. لعيبه كتير بيبقى في نفس الموضوع دوت، ان هو ما بيقبضش من النادي، وبالذات بيبقى لاعب محترف. اللي يقدر يستحملك ده لاعب مصري، لكن لاعب محترف هيستحملك ليه؟ هو اصلا جاي عشان ياخد فلوس. هيجي يلعب بقى وهو ما بياخدش فلوس، فهيلعب ليه؟ فهيكبر دماغه ويروح يقضيك على طول. فتشيكو بنزا ورى اداره الزمالك الوش الجبس، واللاعب شكله كده ناوي مش هيستمر في الزمالك غير اما ياخد مرتباته وياخد مكافآته في مواعيدها. مفيش حاجه عنده اسمها ان انا اصبر، مفيش حاجه عنده ان انا اسمها ان انا ما اقبضش وما اخدش فلوسي واستنى واصبر علينا والنادي ومش النادي، هو ملوش دعوه. هو جاي يلعب كوره وياخد فلوسه بس. هنشوف الإدارة هتعرف تحل المشكلة دي مع اللاعب، ولا هيتم فسخ التعاقد بالتراضي مثلا، ولا هيتم تصعيد الأمور للفيفا. كل ده هنتابعه مع بعض. اعمل لايك وشير واعمل اشتراك في القناة وتابعنا عشان تتابع معانا كل جديد إن شاء الله. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو وصلت معايا هنا ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة. سلام.